بعض الغرائب في اليمن، حيث يهوى شاب في 15 من عمره من محافظة شبوة أكل العقارب السامة وهي حية تتحرك. نتابع. ليس كل ما يلسع مخيفا، ورب ضارة عند بعض الناس نافعة عند آخرين، كما هو حال هذا الشاب الذي قلب الموازين وغير المعادلات بسبب رغبته في تناول والتهام العقارب السامة. قبل 5 أشهر وفي إحدى القرى الريفية بمديرية عتاق بدأت تفاصيل الخصومة الشديدة بين الشاب حسين الكازمي وبين العقارب بعد أن تعرض للدغة من عقرب سام ساءت صحته كثيرا على إثرها، الأمر الذي ولد لديه إحساس بالحقد الشديد عليها والرغبة في الانتقام منها وقتلها. لم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد سعى الشاب الكازمي إلى ملاحقة العقارب باستمرار حتى صار يستهوي تربيتها في منزله قبل أن يباشر أكلها وهي حية